عمر المختار المعروف بأسد الصحراء. كان قائدا ليبيا ومقاوما ضد الاستعمار الإيطالي. ولد عام 1858 في منطقة البطنان بشرق ليبيا، وتربى في بيئة محافظة على القيم الإسلامية والعربية. تلقى تعليمه الديني في الزوايا والكتاتيب، وأصبح عالما دينيا معروفا. قال عمر مقولته المشهورة: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. عندما غزت إيطاليا ليبيا، قاد عمر المختار المقاومة الليبية ضد القوات الإيطالية، مستخدما تكتيكات حرب العصابات في الصحراء. قاد معارك عديدة وألحق خسائر كبيرة بالجيش الإيطالي، مما جعله رمزا للمقاومة والصمود. تم القبض عليه عام 1931 بعد معركة غير متكافئة، وحكم عليه بالإعدام شنقا. تم تنفيذ الحكم في 16 من سبتمبر 1931 ليكون يوما تاريخيا في سجل المقاومة الليبية. قبل إعدامه قال جملة أرعبت المحتل: سيكون عليكم مواجهة الأجيال القادمة، واجب علينا أن نكون عند حسن ظنه.